اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن الشكوى. طبعا تشمل الحزن وضغوطات الحياة عموما، وكل ما هو متعلق بالطاقة السلبية لازم يتم التفريغ عنه. في بعض الناس تلجأ للشكوى كلغة للتفريغ، وفي ناس تلجأ للغة الكتابة كتفريغ، وفي ناس بتلجأ للفن كتفريغ كلغة برضو. كل دولا ينفع. هنركز النهاردة على الشكوى. لو احنا هنشتكي فهنشتكي لمين، وبعض الأسئلة اللي بتدور حول هذا الموضوع. طيب، لمين نشتكي؟ احنا طبعا لازم نشتكي لربنا، هو المسؤول الأول والوحيد عن حياتنا. هو اللي قادر يغير لنا حياتنا من الحزن للسعادة. احنا يمكننا تغيير حياتنا عن طريق ربنا، يمكننا بالقرب منه يبدل لنا حياتنا من حالة الحزن لحالة الفرح، وممكن ببعدنا عن ربنا احنا اللي نبدل حياتنا من حالة الفرح لحالة الحزن. طيب، امتى نشتكي؟ ده السؤال رقم 2. كل ما هو ضغوطات، كل ما هو انا مش قادر استحمل المشكلة اللي حصلت، في موقف ضايقني في الشغل، في موقف زعلني، الامتحان ما كانش كويس، ما كانش احسن حاجة، ما كنتش مذاكرة بطريقة مثالية شوية للامتحان، كان الامتحان جاي مفاجئ. كل ما هو له علاقة بالتعاسة او بالحزن اروح طبعا اشتكي لربنا. قولة سيدنا يعقوب الشهيرة: انما اشكو بثي وحزني الى الله. فخلينا نتبع الآية دي ونقدر فعلا بحرفنة نشتكي لربنا. بس ده هيجي مع الوقت ومع التكرار، واحدة واحدة الموضوع هيبتدي يشتغل. مفيش اي طقوس للشكوى مع الله، ولكن في بعض الفضفضة اللي لازم تخرج من القلب. اوقات واحنا بنعمل الفضفضة او بنشتكي لربنا همومنا، بيبقى في مواقف بتبادر على الذهن، او الذهن بيستقبلها بسرعة، كأن العقل الباطن بيبتدي يخرج كل المعلومات اللي عنده بسرعة. طبعا هي دي مش معلومات، هي دي مثلا مواقف مضايقاني، مواقف سلبية، امتحان من قبل كده تعرضت له فما كنتش فيه احسن حاجة، فيبتدي بسرعة العقل الباطن يطلع كل المواقف السلبية او المواقف اللي ليها علاقة بالشكوى اللي انا بشتكيها دلوقتي. ممكن اكتبها في هامش الورقة وارجع لها بعدين. المهم ان انا اركز دلوقتي على الموقف اللي مضايقني، وابتدي ان انا احاول اطلع كل ما هو متعلق بالموقف ده. وبعد ما اطلعه انا هلاقي في الهامش بتاع الورقة بعض المواقف اللي تبادرت على ذهني وانا بعمل عملية الفضفضة، وفيما بعد ارجع لها. مش معنى ان انا كتبتها على الهامش ان انا اهمشها او اخليها مهملة، لا طبعا انا لازم وحتما ولابد ارجع لها، لانها هتبتدي تظهر تاني. نيجي بقى للمواقف الايجابية. انا عرفت دلوقتي ان انا رحت اشتكي لربنا من موقف سلبي. طيب، هل كل المواقف السلبية بس اللي احكيها، ولا ممكن احكي مواقف ايجابية تانية؟ المواقف كلها تشمل جانبين، يا اما جانب ايجابي يا اما جانب سلبي، ملهمش تالت. حاجة كده عاملة يا اسود يا ابيض، مفيش رصاصي ولا رمادي خالص، هو اسود او ابيض. فحاولوا ان انتوا تعلقوا كل ما هو شكوى، سواء كانت ايجابية او سلبية، لربنا اللي هو قادر يغير لك حالك. وهو فعلا ربنا قادر يغير لنا حالنا، فليه بقى ما نتعاملش معاه على انه هو اول واحد في حياتنا او اول مرحلة في حياتنا؟ ممكن مثلا بعد كل صلاة ابتدي ان انا افضفض عن طريق ان انا اتكلم بصوت واطي، او اتكلم من جوايا، صدقوني هيسمعكم. او زي ما قلت عن طريق الكلام، او عن طريق الكتابة. اي لغة تقدروا ان انتوا تعبروا بيها اعملوا كده.
سيدنا يعقوب أول ما عرف إن سيدنا يوسف أكله الذئب عن طريق رواية أولاده، عمل إيه؟ في آخر الصورة كان إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الاتنين دول بالذات، الحزن والبث، هما شيئين ممكن يبقوا سلبيين شوية، وخصوصا الناس اللي بتكتم الحزن، اللي عندها نوع من أنواع الكتمان، اللي بتقدر تكتم عن طريق المواقف اللي بتتعرض لها السلبية كلها وما بتقدرش تعبر عنها. الفضفضة واحدة من الطرق التعبير اللي هي الشكوى برضو، بس لمين؟ لربنا. الشكوى هنا معناتها أصلا إن أنا رايح أشتكي لربنا من حد معين، وهو ده اللي عمله سيدنا يعقوب مع أولاده، لأن هم رموا سيدنا يوسف في البئر أو رموه في الصحراء، هم رموه في منطقة معينة. فسيدنا يعقوب ما كانش قدامه حل تاني غير إن هو يروح يشتكي الحزن لربنا، ومن هنا ما كانش أصلا ينفع إن هو يشتكي لأولاده. ومن هنا تبقى خلصت الحلقة. أتمنى يا رب تكون نالت إعجابكم وتكونوا استفدتوا منها. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنت محتاجين نتكلم عن ايه الفترة اللي جاية. اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.